بالخبز اللي بالارياف اذا وجد ما بيتاكل، مو مصنع، لا خميري ولا تعجين ولا في طهي مضبوط، ما بيتاكل. ونضطر ناخذ هذا السياحي 6 خبزات ب1000 ليره. طيب انا بقدر اشتريها وغيري بيقدر، ممكن 10% من المجتمع يقدر يشتري الخبز هاي، 90% بجوز ما يقدر يشتريها، معناته ضل بدون اكل هو واولاده. بدها حل هالمشكله هاي، لازم يلاقوا حلول لهيك مشكله. وجيب سيشان حزارة بنتي راواناكي هن اعادي بكرن بهترويتي راواكي حمتش بوي غلا زحمتي يعني وضعي ما قلكي زحمتي قولوا مين زحمتي ما دخوازي ما تشي امشي تباي خلكي قشي خلاص. مدرن دقرن فرنا ازمي مدرن ساعات قصر دوري سكن حياقو مدرن انا شخورتين او جناد المبدوري 2 ساعات 3 ساعات حياقو امنانتي شخوره يعني يجي كفلتي بي كفلتي متني اما ازو بيرقا خونه از الدنا نابين بس يمي بس نجي كفلت هنا يعني كفلتي قال لك كاوي شلو فقيره شلو ممكن يعني درن رجع قدين صرف فرنا وبدسوا هناك فيجي يعني فرنا ازمنه ازمي والله ميزان سبب شيء مانان هي جمع ارض هي جمع زراعه ما هي كاش سبب امزان يعني شيء بوي باش يعني افي فرني افي قال ناني قال دو بدينا افايا بهابوي بس افي دي باش يعني ما نام برببي وامرن ناني خبين وبين مالي تشتاقوا تسوق تدبينن وتشتاقوا من الدردورة خود جيران خود بينن جم يعني راستيجي قال لك يجي تعدم بينن ملات هاتيا دملي بهابونا نان راستيجي نا تعددي سنة الإنسان دولمنت هر إنسان فقير إنسان هنا أو نانتني بالكي جواد هات ويناني تاني بكر نان دوت نهرنا بهانا بوا شبمين نان تاني جمين مخو بي بدنا جيان كرن وص أو نانجي بهابوا أصبح ورم جو هنك هنا نكارن ويناني شي بن نافزارو كي خوش برنان زيادة بهابوا ودن وقت ام هيفي خسارة ديمقراطيك كان ريفبريا خسارة ديمقراطيك جو سيرفيت تشتي بسكني جبر قانون قيصر هاتيا نفزاندن ام باهو ام هيفيت كان مثلا جو اريكاريكي بدنا ملات ام مشاكل ما ينان شكنجي بريشين بري جماعه حتى ما هذا الشارادي مع عقل بري قريدا ارض بياض حضارات دان مجبر على ارض سكت هذا الدان يا شاردا وشاغي ارض بياض حضارات دام ووزنها 500 غرام بالاسطوره قيمه دفروت فتراك شو غنم هاب ما بيش فرناتني عقد شيكر بري اولاي نادي ارض هاج مره وكميتها متخاص وزيدجي هو يعني ارض مستوى عدد كومبو فيش يقدم هذا الدان سعر قدم هذا الدان ارض كده بهاو قال لك بهاو يعني له كيسي ارض وسط كان زيرو بلدي يعني ارض باش مقبول حقنا نقبه سي حضاري حياسي وشش حط حضاري اي ماني بري بين شغلي بري ارض تركي مرد هات ارض تركي هات او ارض يعني كي براسي نصحي وق ارض ماني بس عمري ناني ويد ريجبو يعني ناني ناس اسبوع قد مالش بيندات بس ارض ما يروس بيدك ارض بلدي صحي ترجع ارض دي عمري بيشكي كنه ارض هاني كي جماعه ارض هاني كيسي وي حياه حشتي حضاري بس $10 بهابونا دولار وبهابونا قنم مشكله شيكر يمر ابا فراي ايه نتشونجي يعني مريم بيش فرنمون بود دي بيس فرناجي بريستان ارض زيرو نما لحق عقده ومطحنا كده ومطحنا ثاني نما ملحق بيشكي مشاكل شيبون دمها داويده اما مشاكل شيبون ريبريانا كا سي مهدي اخر دفع ارض ما وعقودي مساكين ام ارض حرد كارن ارض يلوم حرد كارن كيلو قنم قواد بيني بحدث سنتاي يعني قنم دي 4 ورقه كيلو هنا برلو ناجي برلو بهاب قنم بهاب ناجي باري بهاب ارض بهاب ودولار جي سعره يقل لك دركت يعني قام عقد شيكل وجه ما شهاده دولار حضر صد ورقي انا كاربي وسطيه دولار ده حضر بيست ورقي اما مشاكل يعني بلش المشاكل كان يلو شاربين وبش كي ازمه دبو انا على المدام ما بشغل ام حافظت غرامي بيست ورقي شغل
يعني برزقريكي نان وقتي كيم بو بريانها دختي ما شغال بو خدك جي خرابه بو بشتي هفالي ما براستي في كاري رابون او خدانا شغلاندن دانا مشاندن انها افيلو تقريبا شغلين نهده رجا كار دمشي يعني نان تي مشاندن نان دغهي ملت برزقريكي ما جارنا جي غافانا نخوش درت كفي برزقريكي اول ارده نباش جاراج مرتي غافا شكلك ارتي براستي جيناني وينا نقل كي باشا ببيت دو خوشترد بي ببيت سي ام تخلطين نان هي خوشترد بي غوندي دردوري قامشلو ام روشكي ددنوا روشكي نادنوا دي ما شباكه بكر يجي ساعات حفت منان داملت حتى 12 والربك ما في قاسينان وزعج بو ملت يعني براستي افرنا تيري ملت ناكي تيري ملت ناكي جبر ملت قالك باجاري قامشلو دتشي بوا يعني جهوير دوري مشكانتونا تمامي هاتنا في دريد ملتي قامشلو ونخزاني يعني هاجر بريان ها مليونك ونها بو دمل يعني قالك تشيبونا براستيجي يعني ايمن كبيشنيار رايامه بيشنيار دكم جو فرنك دي هفال بدنا افاكرنش بو خاطري جو تيري في ملتي وفي اداره ذاتي بي بريان ها مخصصاتي ما بيستو 4 طن بو جمرد هات انها ام دقهينا بيستو 8 طن بيستو 7 طن ام مزيدي استحقاقي خوش تشتكن وديسا تيري ملتناكي بخصوص توضيح دعم مادة الخبز، طبعا ضمن اجتماع خلية الأزمة الاقتصادية تم التطرق إلى دعم مادة الخبز طبعا وتسليط الضوء على هذه المادة كونها المادة الأساسية في حياتنا اليومية. تم نقاش حول هذه المادة على أساس دعمها ب3 مواد أساسية اللي هي الخميرة والملح والأكياس. طبعا تداول وسائل التواصل الاجتماعي أنه نحن راح ندعم أو دعمنا هالمادة هاي، دعمنا مادة الخبز بالمواد ال3 الأساسية اللي ذكرناها، لكن لم يتم الدعم حاليا بشكل مباشر إلى أن يتم نقاش مع شركة تطوير المجتمع الزراعي بخصوص أنه الشركة عندها إمكانية تدعم هذه المواد ال3 بأسعار مدعومة كالمحروقات والطحين، كما الإدارة تدعم المحروقات والطحين لمادة الخبز. هل عندها إمكانية الشركة تدعم هذه أو تدعم الخبز بهذه المواد الخميرة والأكياس والملح؟ إلى الآن لم يتم عقد اجتماع معنا ومع شركة تطوير المجتمع الزراعي، ولا زال الدعم يعني فقط يقتصر على الطحين والمحروقات. المجتمع الزراعي من خلال دعمها لهذه المواد إذا كان هناك إمكانية سوف تدعم هذه المواد بأسعار ثابتة، يعني مثل ما نحن نعطي الطحين والمحروقات لمادة الخبز بأسعار ثابتة رمزية يعني تعتبر أسعار مدعومة، كذلك المواد الأساسية اللي ذكرناها. طبعا أيضا من ضمن نقاشات خلية الأزمة الاقتصادية كان هناك دراسة لمشروع إنشاء معمل خميرة. طبعا يعني هو راح يكون مو معمل كامل، يعني كون معمل يحتاج إلى جدوى اقتصادية كبيرة، لكن بالإمكان قدر الإمكان والإمكانيات المتاحة لدينا كإدارة ذاتية راح يتم أو الدراسة هاي تتم على دراسة إنشاء ربع معمل خميرة. دراسة معمل الخميرة طبعا لا زال قيد النقاش حاليا، وفي حال الانتهاء من الدراسة بشكل كامل سوف يتم المباشرة فيه والبدء بالعمل بهذا المعمل. أيضا ضمن اجتماع خلية الأزمة تم التطرق إلى موضوع هام جدا، ألا وهو تفعيل الرقابة التموينية بشكل كبير نتيجة التلاعب بالأسعار وكما تشاهدون واحتكار المواد